في المغرب وبالتحديد في جبال الأطلس بؤرة زلزال، وفي مشهد يبرز عظمة الله ورحمته. ظهور عشرات الشلالات والمنابع المائية تخرج من الجبال، والتي كانت جافة بكل من إقليم ورزازات والحوزة مباشرة بعد الزلزال. وفي التفاصيل ظهرت عشرات الشلالات والمنابع المائية الجديدة التي كانت جافة بكل من إقليم ورزازات والحوزة بعد الزلزال الذي ضرب البلاد. وكانت هذه الشلالات والمنابع جافة منذ سنوات بسبب الجفاف الذي ضرب المنطقة، ولكن بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة بدأت هذه الشلالات والمنابع المائية في التدفق مرة أخرى، مما أثار دهشة وفرح السكان المحليين. واعتبر السكان المحليون أن ظهور هذه الشلالات والمنابع المائية هو علامة على رحمة الله وتقديره لصبرهم في مواجهة الجفاف. وفيما يلي بعض الشلالات والمنابع المائية التي ظهرت بعد الزلزال، وهي كل من شلالات أوزود، وهي شلالات تقع في إقليم ورزازات وكانت جافة منذ سنوات. منبع عين بوعزة وهو منبع مياه يقع في إقليم الحوز وكان جافا منذ سنوات. ثم منبع عين سوس وهو منبع مياه يقع في إقليم الحوز وكان جافا هو الآخر منذ سنوات. وتسبب ظهور هذه الشلالات والمنابع المائية في انتعاش السياحة في المنطقة، حيث توافد العديد من السياح إلى المنطقة، وذلك لمشاهدة هذه الظاهرة الطبيعية الرائعة. وأعرب العديد من العلماء عن اعتقادهم أن ظهور هذه الشلالات والمنابع المائية الجديدة قد يكون بسبب تحرك الصفائح التكتونية تحت الأرض، مما أدى إلى فتح مسارات جديدة للمياه الجوفية. ولكن لا تزال هذه الظاهرة غير مفهومة تماما، ويجري العلماء المزيد من الأبحاث لفهم أسبابها.